ازاي اعمل ملزمه، اعمل كتاب على مكنه تصوير ليكم في التصوير. هنفذ ده ازاي بقى؟ انا معايا مثلا ملزمه 8 ورقات، طالب داخل لي بيها او حد داخل لي بيها عايز اعملها انا بقى زي نظام كتاب كده. بعمل ايه؟ بخرج الاثنين دول بره، البرنامجين دول بخرجهم بره. طب بجيبهم هنا منين اصلا؟ اخش على ليزر تولز هنا، بعد كده اخش على كوبير فيتشرز، باجي هنا كلمه عندي هنا اسمها كاستمايز فانكشن كوبير، اخش عليها. ما بيبقاش دول موجودين، انا بجيبهم بيبقى موجود في مكانهم حاجات تانية ايا كان يعني. واقوم مختار دي ومختار دي جنبها، عشان كل واحده من دول بتنفذه بشكل معين يعني. ده لو الاصل بتاعي وش واحد، الاصل اللي جاي لي انا عايز اشغله ملزمه اصلا وش واحد. ده لو عايز اعمل الكتاب بتاعي وهو اصلا الاصل جاي لي وش وضهر. دلوقتي احنا معانا مثلا اصل وش واحد، لو انا الملزمه معايا عربي انا عايزها تفتح يمين اتجاه الشمال، بقوم قلبها كده. لو انجليزي بخليها بعدل ايدي وانا واقف. لو عربي بقلبها كده، لو انجليزي بتبقى كده. خلينا مثلا نقول هنقلبها عربي مثلا. ده مثلا النسخه معايا ملزمه هي جايه لي، انا عايز اعملها كتاب. واقوم مختار الدرج اللي انا عايز اسحب عليه، مثلا وليكن درج التمانينات اللي انا عامله ده. واقوم مدي المكنه لو عايز النسخ واكتب النسخ بتاعتي، واقوم مدي تصوير بقى. المكنه بتاخد معايا الاصل الاول، بعد كده تقوم منتجاه هي ومقسماه كملزمه زي ما احنا بنشوف كده دلوقتي معانا في الفيديو. اقوم ماسك الاصل بتاعي اهو زي ما خرج من المكنه، اقوم تاني من النص بالشكل ده كده اهو. بص بقى معايا ادي كده رقم واحد اهي، رقم اتنين، رقم تلاته، رقم اربعه، رقم خمسه، سته، سبعه، تمانيه. اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم، وسلام عليكم.